وده بقى فطرنا اول يوم، بس للاسف بقى ما نزلتوش ليكو، يعني ده كان في اول يوم رمضان، بس للاسف جالي برد تاني يوم وما قدرتش بقى بصراحه اسجل معاكم صوت. ولسه لغايه دلوقتي مكمل، يعني جاي بكحه وكده. الجو الايام دي اصلا صعب، فما قدرتش بصراحه انزله معاكي، وللاسف هتلاقوني كتير قوي بوقف في الفيديو عشان خاطر الكحه وكده، بوقف واكمل تسجيل ليكم. هي جايه كحه شديده قوي، فربنا يسترها ما تكونش حاجه تانية يعني. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. ده كان اول يوم فطرنا، وهو اليوم كان غريب برضو، يعني اول يوم كان جيراننا برضو كان عندهم مشكلة في الصرف وكده، وقالوا ما حدش يشغل مية، يعني تقريبا ما شغلتش مية الا بعد الساعة 2 1:30 2 كده. بقى دخلت المطبخ، قلت اول حاجة ابدأ بيها اعمل البلح بقى زي ما انتوا شفتوا كده في اول فيديو انا وريتكم هنا. البلح انا مفصصاه قبليها بكام يوم رمضان، كل الاولاد قاعدين قلت لهم اقعدوا بقى ايه، ما بتعملوش حاجة عمالين تهزروا مع بعض، وده يا ماما ودي يا ماما، لا اقعدوا بقى بدل ما بتخبطوا في بعض وانا ما بعمل حاجه. قلت لهم لا اقعدوا فصصوا البلح. فضلوا بقى كل واحد مسك حديده كده من اللي هي بتاعه الهون وقعد يكسر فيها، دشولي شويه بس الحمد لله مش مشكله طلع حلو. فزي ما انتوا شفتوا بقى جبنا بقى غسلناها ونزلنا عليه بشويه سكر بس مش كتير قوي، عشان عامه لما بتنزلي اللبن سخن على البلح بينزل السكريات اللي فيه، فبيبقى مسكر فمش محتاج سكر قوي. وبعد كده بقى ده الشفشق اللي انا وريتهولكوا قبل كده اللي انا جبته من كازيون، كان نازل عليه عرض ب45. بس حلو بصراحة. وجيت اعمل فيه بقى، هعمل فيه التنج بس بالمعلقة بقى الكبيرة دي الخشب، عشان خاطر ايه اقدر اطول ان انا اقلب السكر فيه. هنعمل بقى فطارنا النهاردة، هنعمل معاكم بط وفراخ. ازاي بقى؟ انا جبت بطايه قبل رمضان ورحت منضفاها وقسماها نصين، عشان انا عندي ميدو وبابا ما بياكلوش بط خالص، ما اعرفش ليه يعني. انا عندي ميدو في حاجات كتير من بابا، عندي لانا طالعه زي الحمد لله يعني. ولنا قلنا نعمل البطايه وناكل مع بعض نص البطايه، فاض حاجه لتاني يوم مفيش مشكله. وعملنا لهم برضو قلنا عشان خاطر ما يقولوش اشمعنى انتوا عملتوا لنفسكم نص بطايه، رحنا جبنا فرخه برضو وقطعناها نصين، قلنا عملنا لهم نص الفرخه عشان ما يبقاش ايه في ظلم، احنا قسمنا البطايه وهنقسم لهم الفرخه برضو، حتى قلنا الفرخه نصها هتنفع بعد كده. وعملتهم انا بسجل معاكم دلوقتي، احنا خلاص بقالنا اسبوع اهو في رمضان. عملت منها حته بانيه، هتشوفوا البانيه برضو، بس بصراحه انا مصوراه كده يعني ما عملتوش يعني ما قطعتش معاكم البانيه. وخدت منه الورك اللي تحت برضو ده في اكل تاني، بس عملت لهم نص ايه، نص الفرخه على بعض. بقى انا كل شويه بقى طبعا بقطع معاكم الفيديو التسجيل يعني عشان خاطر الكحه. وزي ما انتوا شفتوا بقى بعد ما الميه غليت نزلت بقى عشان خاطر احط نص البطه، ونزلت بقى بكام فص حبهان، ولو عندك ورق لورا حطي، وحطي فلفل اسمر. الملح بس اللي عامل البط عامل زي اللحمه بياخد وقت في السوا، فطبعا ما بحطش ملح خالص الا قرب ما تستوي. وبعد كده الحله التانية دي برضو حطها لنص الفرخه عشان خاطر ايه هي كمان تتسلق. والحلتين التانيين اللي قدامكم ده هم واحده هنسبك فيها، واحده هنعمل فيها العصاج بتاع اللحمه. حتى انا كان عندي قبل كده في الفريزر لحمه متفرزه قبل كده معاكم، كنت معصجاها قعدت ادور عليها، بس بصراحه يعني سوي مني بالليل ان انا اطلعها، يعني انا طلعت من بالليل نص البطه تفك يعني على السحور كده على الساعه 3:30 كده، طلعت برضو نص الفرخه تفك، وطلعت الصلصه. الحاجه الوحيده اللحمه المفرومه للاسف وقعت مني ان انا اطلعها، فعشان كده طلعتها مجمده الصبح وما قدرتش بقى طبعا مع الوقت كده ما قدرتش ادور على اللي هو ايه الاكياس اللي هي متفرزه. فبصراحه ايه قلت خلاص اعصقها معاكم. انا جبت كام بصله كده عملتهم في الكبه وقسمت، عملت جزء للتعصاج وجزء للايه للتخديعه. وزي ما انتم شفتوا كده نزلنا بقى بشوية زيت على هنا وهنا برضو شوية زيت، وادينا تشويحة للبصلة كده، ونزلنا على دي بالصلصة. والتاني بقى العصاج نزلنا باللحمة المفرومة وكم وقرن فلفل حلو كده، وروحي برضو مقطعاه كده، وروحي ايه مشوحة بقى مع بعض البصلة مع اللحمة المفرومة مع الفلفل. وحطي بقى شوية ملح سوري شوية فلفل اسمر، ما بحطش الملح برضو في اللحمة المفرومة الا قرب ما تستوي. وهنا بقى انا بوريكم دي الخلطة اللي انا جايباها من الشيخ من الحاج كرم سوري،
من الحاج كرم، دي انا حطيت منها على اللحمه المفرومه. هو نفسه قال لنا شعرايه، بس الخلطتين ده هم يعني هم كيسين، ما تخلطيهمش على بعض، تحطي من دي خلطه ومن دي خلطه، ما تحاوليش تخلطيهم على بعض. ورحت نازله بيها ايه، حطيت من دي شعره ودي شعره. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا سلقنا بقى المكرونه، وما اعرفش انا ما خدتش بالي خالص ان الموبايل بقى جايب من بعيد او كده، ما اعرفش ليه. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا سلقنا بقى المكرونه، وبدات اعمل معاكم بقى ايه البشاميل. حطيت 4 معالق سمنه، وحطيت 4 معالق دقيق عليهم، و4 كوبايات لبن. عايزه تخلطي خلطت على فكره بصراحه لبن على شوربه، وممكن تعمليها يا لو لبن صافي، بس قلنا بقى ايه كفايه علينا، احنا عملنا بلح عاملين زبادي على فكره في السحور بالليل، فقلت كفايه علينا ايه النهار كده، يعني نعمل نخلط لبن على شوربه. فعملت 2 شوربه على 2 لبن، بس بتبقى خطيره طبعا لو عاملاها بلبن بس مش مشكله والله، كانت طعمها جميل برضو زي ما انتوا شفتوا بقى كده. رحت نازله بقى بالمكرونه، ورحت حاطه عليهم كام معلقه بشاميل ومخلطهم في بعض، ورحت جايه بقى ايه شايلاها على جنب، ورحت حاطه في الصينيه من تحت عشان ما تلزقش مننا. ورحت نازله بقى من نصها، ونازله حاطه اللحمه المفرومه، وجايه على الوش بقى حطيت ايه البشاميل. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا بقى كده طلعت البشاميل. وسلقنا برضو البطه، يعني البطه خدت شويه طبعا مش زي الفراخ، بس ايه خدت شويه على النار، مش بتتسلق زي الفراخ بتاخد لها يجي ساعه ولا حاجه. بس طبعا في بقى كمان بط بياخد وقت، ممكن ياخد اكتر من ساعه، في بط ممكن يقعد كام ساعه على النار. وبعد كده بقى بيرجع حجم البط، في حجم صغير وفي حجمه الصغير في السن، يعني مش في حجم البطايه لا، سنه يعني. وبعد كده هنا بدأت بقى بعد ما حشيت ورق العنب، ونزلت بقى يلا بقى حطينا الشوربه. وطبعا خلطت الشوربتين على بعض ليه، انا عندي بابانا ما بيحبش البط خالص ولا بيحب طعم البط، فقلت لا اخلط ده على ده. ليه بقى، شوربه البط عامه حتى هي معروفه لاي حاجه بتخلي طعمها حلو، بس للاسف عشان ما يحسش بطعمها قوي برضو خلطنا ده على ده. وبعد كده زي ما انتوا شفتوا بقى هنبدأ بقى، قلت ايه بعد ما خلصت الاكل، اهم حاجة الاكل على فكرة، بعد كده قلت بقى نعمل حلويات. ما ينفعش بقى اول يوم رمضان كمان ما بنعمل لهمش حلويات، لا قلت خلاص. طبعا القطايف انا جايباها والكنافه من بالليل، فالقطايف نزلت قفلتها من بالليل. طبعا القطايف بالذات اللي ما ينفعش لو ما اتقفلتش خلاص انسي كده، لازم اول ما تجيبيها من عند اللي هو بتاع الحلويات اللي هو بتاع عامه يعني بتاع الكنافه، تروحي حشاها وعينها بقى تحت الفريزر مربوطه في كيس، انسي بقى خليها عادي تقعد معاكي يعني لتاني يوم. لكن لو سبتيها مفتوحه زي ما هي كده واحده بواحده دي خلاص كده مش هينفع تحشي، وهي زي ما اللي هي محطوطه على اللبانه. طبعا الدنيا بقى ايه مقلوبه، والوقت زي ما قلت لكم بدات بعد الساعه 2 في الفطور. عملت بقى صينيه الكنافه كمان وحطيتها في الفرن اهو. وفي بقى غلطه يعني انا عرفتها بعدين، اصلا انا على فكره اول مره اجيب بط في بيتي، انا مامتي دايما بتعزمنا عليه، وعشان خاطر محدش بياكله الا انا ولولو، فقلت بقى المره دي لا اجيب بط في بيتي، بس انا ما بجيبهاش. اما تيجوا برضو تسووها حاولوا تخلوا الجناح بتاعها ده لفوق لما بيجي يتسلق، عشان خاطر لما تيجي تحمريها تعرفي تحمريها، ما تغلطيش غلطتي. وبعد ما خلصنا كده، والحلو برضو عندنا اهو كنافه وقطايف، وتفضلوا معانا وما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا، وكل سنه وانتم طيبين. يلا سلام.